هذه إذاعة إرنا. المستمعات الكريمات والمستمعين الكرام من متابعي إذاعة إرنا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الأربعاء 23 من يونيو. كما عودناكم مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، نستهل برنامجنا معكم ابتداء بنشرة للأخبار. وضمن برنامج متابعة يقدم لكم الزميل أحمد شريف المقابلة التي أجراها مع الخبيرة النفسية الأستاذة منى أبو بكر حول تأثيرات الحرب والسياسة على الأوضاع النفسية للفرد والمجتمع في إريتريا وفي المهجر. قبل ذلك مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام يقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. رئيس الوزراء الإثيوبي ينفي وجود مجاعة في إقليم تيغراي. اليونيسيف تسجل زيادة في تطعيم الأطفال في إريتريا رغم جائحة كورونا. خسارة كبيرة لحزب اليمين المتطرف في الجولة الأولى من الانتخابات الإقليمية في فرنسا. كانت هذه مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة إرنا. إذاعة إرنا، صوت مستقل لإريتريا. في تصريح له أثناء الانتخابات التي بدأت في إثيوبيا يوم الاثنين الماضي، نفى رئيس الوزراء أبي أحمد وجود مجاعة في إقليم تيغراي، وقال بأن المشكلة في ذلك الإقليم يمكن حلها ولا ترقى إلى درجة المجاعة. وكان مجلس الأمن الدولي وفي جلسة مداولات خاصة قد استمع الأسبوع الماضي إلى تقرير من المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للغذاء ومساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية، واللذين أكدا بأن الإقليم يشهد مجاعة صامتة، وأن القوات الإريترية تستخدم التجويع كسلاح في الحرب، وذلك بمنع وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين في المناطق التي تسيطر عليها من إقليم تيغراي، خاصة في الشمال والغرب. ويشكو الفلاحون في الإقليم بشكل خاص بسبب نهب مواشيهم ومحاصيلهم المخزنة لأوقات الحاجة. وتواجه الحكومة الإثيوبية والإريترية ضغوطا دولية متزايدة مع تزايد التقارير الإعلامية والإنسانية حول الوضع في الإقليم، خاصة مع احتمال تصاعد الحرب قبل بداية موسم الخريف لإحراز تقدم قبل توقف الحياة حتى مطلع شهر سبتمبر المقبل بسبب سوء الأحوال الجوية ووعور الطرق أثناء مواسم الأمطار. أكدت منظمة صندوق رعاية الطفولة والأمومة التابعة للأمم المتحدة اليونيسيف بأنه نجح في زيادة المستفيدين من التطعيم بنسبة 14% في إريتريا خلال العام الماضي، أي حوالي 180 ألف طفل مستفيد من التطعيم. وقال البرنامج بأن نسبة التطعيم كانت في 2019 قد وصلت إلى 1,300,000 طفل، بينما وصلت في العام الماضي إلى 1,500,000 تلقوا التطعيم في 295 مركزا صحيا وعيادة في مختلف أنحاء إريتريا وبالتعاون مع وزارة الصحة. وقالت المنظمة بأن الأسر كانت واعية بأهمية تلقي التطعيم بالنسبة للأطفال، مما زاد نسبة الإقبال على التطعيم. وتنشط اليونيسيف في إريتريا منذ عام 2014 وتقدم العون في مجال رعاية الأطفال من الأمراض السارية وحالات الإسهال، وتزود الأطفال بالفيتامينات الضرورية للنمو ومحاربة سوء التغذية. مني حزب التجمع الوطني، والذي كان يعرف سابقا باسم الجبهة الوطنية المتطرفة والذي تقوده مارين لوبين، بخسارة كبيرة في الانتخابات على رئاسة الأقاليم الفرنسية، حيث لم يفز أي من مرشحي الحزب في الأقاليم ما عدا إقليم واحد في جنوب شرق فرنسا، حيث فاز مرشح الحزب بفارق ضئيل عن منافسه. وجاءت الأفضلية في هذه الانتخابات لحزب الرئيس السابق نيكولاس ساركوزي المعروف باسم الجمهوريين،
ومني اليسار كذلك بخسارة في هذه الانتخابات التي تراجع فيها حزب الرئيس الحالي مانويل ماكرون كذلك. وعزت السياسية المتطرفة مارين لوبين خسارة حزبها لامتناع الفرنسيين عن التصويت، حيث سجلت أعلى نسبة امتناع عن التصويت ووصلت إلى 68%. وطالبت لوبين الفرنسيين بالخروج والتصويت في الجولة الثانية من الانتخابات التي ستجرى يوم الأحد القادم. واتهمت لوبين رئيس الوزراء بعدم الإعداد الجيد لهذه الانتخابات، خاصة بعد الحجر الصحي الذي شهدته البلاد، ومن المتوقع أن تقل نسبة المشاركين في الجولة الثانية من الانتخابات يوم الأحد المقبل. بهذا الخبر من باريس مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام، نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. هذه إذاعة إرنا. رئيس الوزراء الإثيوبي ينفي وجود مجاعة في إقليم تيغراي. اليونيسيف تسجل زيادة في تطعيم الأطفال في إريتريا رغم جائحة كورونا. خسارة كبيرة لحزب اليمين المتطرف في الجولة الأولى من الانتخابات الإقليمية في فرنسا. استمعتم فيما مضى مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام إلى نشرة للأخبار قدمتها لكم من إذاعة إرنا. متابعة طيبة أرجوها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إرنا، صوت مستقل لإريتريا. عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة في إذاعة إرنا الدولية من باريس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقيكم آنساتي سيداتي سادتي في حلقة جديدة من برنامج متابعات. وفي هذه الحلقة سنتحدث عن الموضوع وهو يأتي في إطار البرامج اللي كرسناها في أيام الاستقلال، ولذلك حاولنا أن نرى من زوايا مختلفة استحقاقات الاستقلال وانعكاسه على الواقع الإريتري. وواحدة من الحاجات اللي برزت لنا حقيقة يعني ونحن نتأمل المشهد الوطني أنه انعكاس الوضع السياسي القائم على الأسر الإريترية، على العلاقات، على الأبناء، على الأمهات، على الشباب وما إلى ذلك، حتى ما اهتدينا إلى عنوان اللي هو انعكاس الأوضاع السياسية على العلاقات الأسرية والزوجية. وأنا يعني أبحث برضو في من يتحدث عن ذلك العنوان أو ما يشابه. اهتدينا إلى الأستاذة الأخت أمونة أبو بكر، أخصائية في مجال الصحة النفسية، تقيم في أستراليا منذ العام 1995، وهي خريجة السودان في الكليات التكنولوجية 1992، وعملت في مجالات عدة هنا في أستراليا، ولا تزال تعمل في الصحة النفسية وكذلك في مجالات العلاقات الأسرية والزوجية. وهي إنسانة نشطة ولها عديد من الحضور وحضور مشرف ومبرز في المجتمع الإريتري هنا في أستراليا. أستاذة أمونة، مرحب بك في إذاعة إرنا الدولية من باريس، وأسفين على الإطالة يعني. هذه إذاعة إرنا. طيب أستاذة أمونة، يعني الأخت أمونة أبو بكر، أنا سعيد مرة ثانية. رأيك شنو إنه نناقش هذا الموضوع أولا، وإن كان الناس دائما ترمي كل المشاكل على في حقيبة السياسة يعني، وهي مترابطة متداخلة فيها أشياء كثيرة اجتماعية وثقافية وغير ذلك. ولكن إذا وافقت لنا إنه نشوف الوضع السياسي اللي بتعيشه إريتريا منذ عشرات السنين، وهل انعكست على طبيعة العلاقات الأسرية والزوجية والأطفال والمجتمع في الواقع الإريتري باعتبارك إنسانة متخصصة في هذا المجال؟
والله سؤال معقد جدا جدا السؤال ده، بقدر ما هو واضح إلا إنه الإجابة عليه عارف يعني بتتطلب إنه الإنسان يتحدث عن المنطقة. فأنت كأسرة بتكون متواجد في مساحة جغرافية، أنت كأسرة بتكون متواجد يعني في دولة، أنت كأسرة متواجد في يعني في المساحة اللي أنت قاعد فيها، يعني بتاخد سماتها. نحن لو عايزين نتكلم عن الأسرة الإريترية مثلا كزوج وزوجة وأبناء بظروف الحاصلة دلوقتي، وإذا نحن عايزين نتحدث عن تأثير السياسة في الأوضاع الأسرية ومخرجاتها في الفترة اللي علينا دي، يعني لا يصح إنه نحن نتجاهل يعني عن الحديث بصفة عامة عن المنطقة. وخلونا نتفق إنه نحن موجودين في منطقة اللي هي إريتريا، موجودة في منطقة من أكثر المناطق سخانة سياسيا، باعتبارها منطقة استراتيجية يعني. والحصل ده إذا نحن عايزين نختصر مثلا من القرن 17، يعني البحر الأحمر والمناطق دي هي مناطق عارف يعني عمرها ما شافت استقرار، عمرها ما شافت استقرار، يعني من دول تتسابق في إنه هي تحكمها. حركة الناس يعني إحنا ما حندخل يعني ما أظن أستاذ أحمد عندنا وكده عشان نخوض في الحتة دي، لكن نحن بنعرف إنه حركة الناس سريعة في المنطقة دي سواء رضينا أو أبينا. عرفت كيف؟ فمثلا إذا نحن شفنا منطقة القرن الأفريقي، إريتريا، السودان، الصومال، يعني قديما وبعدين انفصل عنه جيبوتي، وهسي الصومال يعني سومالي لاند والصومال، وإثيوبيا بحالة الجغرافية، وحركة إريتريا بحالة الموجودة، والسودان يعني قبل كم سنة كان السودان مساحته 1,000,000 ميل، اليوم السودان منفصل، وستيل نحن معرضين لإنه الناس تنفصل في حديثك اللحظة دي في خطط استراتيجية ما أظن هي لمصلحة الناس الساكنين فيها، سكان المناطق دي، بقدر ما هي بتخدم مصالح خارجية. أنا دي وجهة نظري، ودي من قراءتي، ما بعرف قد أكون مخطئة أو مصيبة. يعني الحديث يعني بعيد عن الجغرافيا والسياسة فيما يتعلق بحركتنا نحن كإريتريين. يعني أنا بعمري ما شفتها يعني إريتريا، عرفت كيف؟ باعتبار إنه طول عمري موجودة في دولة أخرى، عرفت كيف؟ بعمر آبائي وجدودي. خلينا نبدأ إذا عايزين نتحدث عن الأسرة الإريترية. طيب أستاذة الأخت أمونة أبو بكر، قبل أن تبدأي بالأسرة الإريترية دعيني يعني أقدم تصحيح للمعلومة اللي قلتها، إنه الأستاذة أمونة أبو بكر عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة هي خريجة جامعة الخرطوم. يكفي أنه هي خريجة جامعة الخرطوم، التخصص هي ممكن تتطرق إليه، ولا بد من تصحيح لأنه أنا قلت كليات تكنولوجيا. عفوا، واصل الأستاذة أمونة. شكرا أستاذ أحمد، يعني شكرا لك على التصحيح. عشان أرجع للموضوع، أنا تخصصت سايكولوجي في الخرطوم، ولكن لما جيت هنا واصلت دراستي، وده موضوع آخر. لكن عشان أواصل بس في الموضوع، إذا نحن عايزين نتطرق للأسرة الإريترية، يعني في حديثنا قبل ما نبدأ تسجيل الحلقة يا أستاذ أحمد زي ما اتكلمنا، نحن كأسرة إريترية، عرفت كيف؟ يعني بالعلم الحديث السياسة أو يعني الوضع السياسي في البلد المعين هو اللي بيحدد شكل المخرجات بتاع الأسرة المعينة، دور الأفراد فيها، دور الرجل، دور المرأة، دور الطفل، عرفت كيف؟ إمكانيات الدولة، اقتصادها، عرفت كيف؟ ديمقراطيتها، عرفت كيف؟ هي اللي بتحدد. إذا نحن مثلا باعتبار إنه إريتريا يعني عمرها ما عندها
يعني عرفت كيف؟ أنا ما بتذكر ولا في تاريخنا ما في فترة نحن كإريتريين استقرينا فيها وكان عندنا دولة كاملة معينة بمواصفات الدولة اللي بتشبه حتى الدول المجاورة لنا. إذا قارنا نفسنا بالصومال مثلا، إذا قارنا نفسنا بإثيوبيا مثلا، إذا قارنا نفسنا بالسودان باعتبار أن الدول المجاورة لنا ما عندنا. وده بالتأكيد أستاذ أحمد بيكون عنده تأثير، عرفت كيف؟ على شكل الحركة، شكل الإحساس بالانتماء، بالرغم من أنه الإريتريين إحساسهم بالانتماء وحتى نضالهم لمئات السنوات، عرفت كيف؟ عشان يجيبوا الحرية يعني ما تغير يعني. لكن الحديث عن شكل الأسرة والهوية الإريترية والشخصية الإريترية، باعتبار يعني في الشخصية الإريترية دخلت فيها جغرافيا المجاورة كثير، وده حديث براه، عرفت كيف؟ يعني في كتاب سودانيين بيكتبوا عن الشخصية السودانية زي أستاذ جمال محمد أحمد وديل، لكن أتمنى أن يكون عندنا ناس مشابهين يتحدثوا عننا، وعشان نحن مين إحنا، عرفت كيف؟ بعيد عن المكون، هو ما بعيد يعني، دي ما دعوة إنه الناس تبعد، يعني الإحساس بالانتماء القبلي for example ده في حد ذاته، عرفت كيف؟ إذا استخدم لمصلحة الناس في الأوضاع السياسية عشان يخدم الناس بصفة عامة it is okay، لكن بالطريقة المستخدم بها سياسيا ولأقراض ما بتخدمنا نحن كإريتريين، عرفت كيف؟ دي مشكلة وفي حد ذات عارف إشكال للأسرة. أنا دايما برجع باعتبار إنه الأسرة النمطية الإريترية هي أم وأبو أطفال. اليوم لو مشيت يعني ما عارفة النسبة بتاعت الإريتريين اللي في الخارج كلاجئين أو مهاجرين أينما كانوا، والناس اللي بالداخل، كيف الليلة طفل عمره الحديث اللي كنا بنتحدثه يا أستاذ أحمد يعني طفل عمره 10 سنوات في إريتريا، وطفل عايش في أستراليا أو حتى في السودان أو حتى في أي دولة من الدول العربية القريبة والأفريقية. عندنا ناس كتار في جيبوتي، عندنا ناس في إثيوبيا، عندنا ناس في السودان في معسكرات اللاجئين، عرفت كيف؟ بيختلف عن طفل قايم في طفل إريتري أبا عن أم في دول المهجر اللي هي يعني بتتميز بحرية سياسية، أو كمان بالمعنى بتاع إنه الحكومة من المفترض أو المتوقع إنها هي توفر التعليم، الصحة، الإحساس بالأمان، الإحساس بالانتماء لكل الناس بغض النظر من دين عن دينهم أو عرفت كيف أو شكلهم أو قبائلهم، عرفت كيف؟ الإحساس بالجغرافيا، يعني أنت في مساحتك آمن، يعني أنت مقبول سياسيا. فده كله باعتبار كل منطقة القرن الأفريقي عندها إشكال، وأنا ما أظن إنسان منطقة القرن الأفريقي إذا عايزين نتحدث بصفة عامة يعني نحن ما لوحدنا كإريتريين، لكن مأساتنا مأساة، لأنه تقريبا نحن يعني الأقدم في إنه نحن نكون مشتتين، الأقدم في إنه نحن نكون نطلع من بلادنا مقارنة هسه مثلا يعني بالإثيوبيين، بالصوماليين، بالسودانيين، عرفت كيف؟ ولسه يعني الأشياء قاعدة تحاك يعني في المنطقة دي يعني استراتيجيا منطقة مطلوبة هي يعني عالميا. عشان أرجع لموضوع الأسرة، زي ما قلت لك الطفل عمره 14 سنة في إريتريا بيفكر، يعني ما بيحلم إنه هو مثلا يمشي المدرسة ثانوي يتخصص شنو، يكون عنده طموحات، يعني يحلم بأحلام زيه زي أي طفل في عمره. لا،
الطفل الإريتري في عمر 14 سنة سواء كان في معسكر اللاجئين، والحديث عن معسكرات اللاجئين أنا يتخيل لي ما بيكفيها الزمن، فنحن نتفق إنه هي مأساة، لكن يعني ما بتشبه الطفل العمر 14 سنة في أستراليا مثلا. حقيقة كيف يعني، وده تأثيره كبير على الأسرة. الأم اللي هي بتكون قاعدة تحرس ولدها عشان ما يطلع يركب البحر، عرفت كيف؟ ما في طفولة، يعني انعدمت فينا أشياء كثيرة، فبالتالي البالانس يعني عارف البالانس في الأسرة الإريترية عشان الأب يكون الأم والأطفال البنت والولد، عرفت كيف؟ السم ستيج، لأنه فرص العمل للبنت بالرغم من إنه إريتريين يعني مجتمعات محافظة جدا جدا، إلا إنه كانوا بيطلب إنه من البنت تمشي تشتغل، لأنه فرص العمل لها شفتها متاحة في الدول المجاورة كانت، والابن بيفضل. ده خلق عارف عدم بالانس في الأسرة، عنده تأثير عارف حتى يعني هو هذا السي في الأسرة، منو اللي عنده الكلمة في الأسرة، غير البالانس. نعم. ما بالضرورة إنه يعني دي عايزة لها كتابات، يعني بحوث يتعامل فيها، عرفت كيف؟ يعني الإريتريين بصفة عامة هم كأسر يعني، وهم كأبناء عارف عدم الاستقرار، عدم إنه يكون عندهم رؤى ومستقبل. يعني يكون عندهم فيجن. أيوة، يكون عندهم فيجن لمستقبلهم، لبكرة، لعيالهم. ما في. نعم. الليلة الأب أو الأم اللي في معسكرات اللاجئين حوالينا، عرفت كيف؟ عندنا ناس كتار في معسكرات اللاجئين في جيبوتي، نعم. في الصومال، في إثيوبيا، وبالظروف الحالية دي عدم الاستقرار، وفي السودان، في مصر أحوال رديئة، أحوال مذرية، في السعودية، الخليج، مآسي 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 مآسي. فبالتالي يعني آثار كل الحاجات دي يا أستاذ أحمد حنشوفها نعم. هتظهر. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. طيب أستاذة الأخت أمونة أبو بكر، اسمحي لي بس نرحب مرة ثانية بالإخوة المستمعين والأخوات المستمعات في هذه الحلقة أو لهذه الحلقة من برنامج متابعات، والمتحدثة إليكم هي الأخت أمونة أبو بكر، أخصائية الصحة النفسية في برنامج متابعات، ونتحدث عن تأثير الأوضاع السياسية على العلاقات الأسرية بشكل عام. أستاذة أمونة، زي ما ذكرتي أنه الوضع العام لمنطقة القرن الإفريقي كان لها تأثير على المشهد السياسي الموجود في المنطقة إريتريا نعني. طيب، تأثير هذه تلك الأوضاع للدول المجاورة على إريتريا طبعا فيه تأثير سلبي وإيجابي. نحن الآن قاعد نتطرق إلى التأثيرات التي كان لها انعكاس على العلاقات الاجتماعية في المجتمع الإريتري. يعني لو أخذت لنا نماذج تأثيرات تلك الدول، أوضاعها السياسية والاجتماعية، كيف انعكست على الواقع الإريتري؟ خلينا ناخذ إذا إحنا عايزين نتكلم عن المحور السياسي مثلا، عرفت كيف؟ بصفة عامة يا أستاذ أحمد، من سنة الحياة الحركة بين الشعوب. نعم. يعني الشعوب اللي ما فيها حركة ما بتتطور، ما بتتقدم. لازم الحركة الجغرافية، سواء كانت جغرافية، سواء كانت عرفت يعني تجارية، سواء كانت أيا كان من نوع الحركة ده، عشان المجتمعات تمشي لقدام، عشان المجتمعات تمشي، دي سنة الحياة. نعم. في الوضع الإريتري مثلا يعني، والوضع السياسي، عشان أديك مثلا يعني سلبي أو إيجابي. أنا بشوف إنه السلبي إنه الإريتريين واللجوء لبعض المناطق كيف فرض عليهم أحيانا إنه يعني
يستغنوا عن جنسيتهم مثلا. ده أنا بفتكر فيه تأثير سلبي يعني حيكون لقدام. أنت لما يفرض عليك، عرفت كيف؟ لأنك ما بتقدر تنتمي بالمنطقة ديك. الليلة أنت يا أستاذ أحمد لما تهاجر، هل بتتكلمي عن دول الجوار ولا حتى لدول الشتات البعيدة دي؟ أستراليا وأمريكا وأوروبا، يعني لو قلنا قرابة ربع الشعب الإريتري الآن برا يحمل جنسية غير جنسيته يعني. الليلة مثلا يا أستاذ أحمد لما نحن جينا هاجرنا هنا، حتى أنت اليوم لو أخذت جنسية أستراليا مثلا، دي باعتبار إن دي دول ديمقراطية وفيها حريات وفيها أمان وفيها حقوق. أنا بتكلم عن حقوق الإنسان بصفة عامة في تلكم الدول، في دول القرن الأفريقي، باعتبار إنه هي دول دائما ترابلد، عرفت كيف؟ فيها مشاكل سياسية وعدم استقرار. خلونا نتفق، دول فيها عدم الاستقرار. إذا نحن عددنا دول القرن الأفريقي للحظة دي وأنا وأنت بنتكلم يا أستاذ أحمد، يعني في تخطيط إنه في بعض الدول من زمن الاستعمار في خلال الهناية الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، يعني مخطط لها إنهم يعني تتفصل. نعم. قد يكون الكلام ده يعني ده ما مكانه، دي ما مساحته. فده يعني هسه أنا مثلا لو ادوني الجنسية الأسترالية، ما بالضرورة أنا حنفي جنسيتي كإريتريا. بالعكس الإحساس بالانتماء sense of belonging يعني بتشجع. إذا أنا لقيت من الناس الإريتريين اللي حواليني، أنا كإنسانة إريترية مقبولة بلون سودي، بحجابي كامرأة مسلمة، عرفت كيف؟ بمواصفات المرأة الإريترية النمطية، عرفت كيف؟ أول ما نمطية أيا كان شكلي كزولة إريترية، كإنسانة إريترية مقبولة هنا. أنا ما بتكلم عن إنه البلاد دي مثالية يا أستاذ أحمد، لكن على الأقل ما ممكن إحنا نقول إنه نحن مقبولين، عندنا حقوق زينا وزي الناس التانيين، عرفت كيف؟ عندك حقك في إنك أنت تنتمي للدولة اللي أنت شايل جنسيتها، وبالتالي عندك الإحساس بانتمائك لبلدك، ما زي ما تكون في دول الجوار أو القرن الإفريقي. أيوة. وده يعني بقدر ما هو الناس يعني ما هي حتى ده داخل فيه السياسة، عرفت كيف؟ هل الدولة الإريترية بتقبل بالعودة الطوعية؟ ما نحن عندنا تاريخ، أنا بتكلم عن تاريخ يعني حصل قريب عن العودة الطوعية والحصل فيها شنو في الزمن ذاك، عرفت كيف؟ والناس يعني فرض عليها، بالرغم من إنه يعني الحرية جات وكذا، فرض عليها إنهم هم ما يرجعوا، لأنه بيسببوا أرق للنظام السياسي الموجود في إريتريا. ده من السلبيات، وممكن أعيد لحد بكرة. طيب من الإيجابيات كمان، بالرغم من إنه ما في أي شيء إيجابي في الحروب، وكون الإنسان يخلي بيته ويطلع، كون الإنسان يخلي مساحته الجغرافية اللي بيحبها واللي بينتمي ليها غصبا عنها أنه واللي بيطلع منها، إلا إنه يعني نحن كشعوب إريتريا يعني بيتكلموا، حتى نحن هنا في أستراليا الشعب يعني عندنا القدرة إنه نحن نعيش في أي مكان برغم الثمن القليل بندفعه. نعيش، بنقدر يعني نتواءم مع المواقف اللي نحن فيها. ناس مسالمين جدا جدا الإريتريين، ما عارفة دي صفة جميلة ولا لا، يعني للمكان والزمان اللي نحن عايشين فيه، فهمتني كيف؟ ناس كتار بينتقدوها، لكن قد يكون فيها، عرفت كيف؟ يعني إذا شفناها بصورة إيجابية فبالتالي هي إيجابية، وتيحت لنا يعني نتعلم يعني برا، عرفت كيف؟ ما بعرف كان حيكون كيف ستيل، وكان حتتاح لنا فرص أكبر لو كنا في أوطاننا. تأثيره على الأسرة بقى، عشان نرجع للأسرة. بالتأكيد 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 يعني الخسارة، يعني أنا أتمنى إن يكون في بحوث في الحتة دي بيور، يعني بحوث اجتماعية عشان يعني تنفع النشء والناس الأولاد والعيال اللي حيكبروا هنا،
مهم. يعني كمية الخسارة اللي نحن خسرناها الليلة، يعني الاستاتيستيك أنا ما عندي ليها هسه في اللحظة دي قدامي، لكن كمية الشباب اللي فقدوا في صحراء سيناء، كمية العذاب اللي قاعد يتعذبوه الناس في دول اللجوء في اللحظة دي، عرفت كيف اللجوء في الجديد أعماق البحار كمان في أعماق البحار. اللي استشهدوا. نعم. أيوة. يعني نسبة كنت بتكلم مع واحدة بتشتغل ما بعرف سموية في منظمة إنسانية اللي بيستقبلوا فيها الناس اللي بيجوا بالسفن اللي هي بالسنبك بالبحر الأبيض المتوسط. مهم. كمية الانتحار، عرفت كيف الاستاتيستيك. نتمنى إنه ناس يعني يكونوا متخصصين ويلقوا فند عشان يعملوا الريسيرش دي، الإريتريين يعني اللي بينتحروا. كمية المينتال إلنس يعني الصحة يعني يعني الأمراض النفسية مهم. الموجودة. يعني الإنسان بيمشي بطموح وآماله وأحلامه. أنت غير أحلامك اللي بتخليك تركب البحر شنو؟ وعدم إحساسك بالأمان ويأسك. لكن برضو اليأس المربوط بالأمل، عرفت كيف؟ يعني زي كأنك أنت يعني بترمي بحتفك في البحر لكن على أمل. يس هو انتحار، هو ما في منه، لكن كمان يعني انتحار زي كأنه ملفوف في ورق شوكولات which is very sad, really 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 sad. نعم. يعني الأسر الإريترية من يعني ومأساتها ما متحدث عنها في أي مكان. وحتى أستاذة الأخت أمونة أبو بكر لو سمحت لي، يعني حتى الناس اللي قدروا يستقروا في الدول المهاجر يعني الغير إرادية لا إراديا، بمعنى يعني الناس تمشي تقدم ويقول لك يا أخي، يعني أنا ما أعتقد أنه في أسوأ من أن يختار لك أين تمشي أين تذهب. يعني بالله، يعني واحد يجي في مكتب كده ويقول له يا أخي الدولة الفلانية قبلت الكيس حق نستجدي واستجدى الناس وبتاع، ويرموك في حتة لا تنفع معك صحيا ولا نفسيا ولا اجتماعيا ولا بتاع، وأنت تقبل. أنا أعتقد أنه حتى الناس اللي برضو أعداد هائلة ركبت ويقال عنه استقرت، لكن هو استقرار لا إرادي. والذين دخلوا تلك المدن أيضا كمان يعني في عطالة مقنعة وينصهروا في أعمال يعني بعيدة كل البعد، مش عن تخصصاتهم، حتى عن أحلامهم ذاته يعني وخيالاتهم ذاته. ولذلك أنا أقول كل الأمة دي اطلعت هي خسرانة، ابتداء مننا ومنك وكل الناس اللي حتى اللي بيتحدثوا وبيستمعوا. نحن محصلتنا في النهاية اجتماعيا وأسريا وآمال ورغبات الشعوب هي المحصلة فظيعة، وقد تكون صفرية الله أعلم أو تحت السالب. كل هذه يا رأيك في الحتة دي أستاذة أمونة باعتبارك أنت متخصصة في المجالات دي؟ والله يا أستاذ أحمد، بالرغم عن حديثنا عن المآسي وكذا إلا أنا متفائلة باعتبار شنو؟ إنه يعني دوام الحال من المحال زي ما بيقولوا. وفي نفس الوقت يعني في السنين الأخيرة وبسبب السوشيال ميديا، بالرغم من المأساة اللي بنشوفها كل مرة في السوشيال ميديا عن الوضع الإريتري والحديث عن إريتريا وكده، إلا إنه أنا متفائلة بإيه؟ متفائلة يعني أنا بؤمن بإنه تعب الناس دي العبرة البحر، عرفت كيف؟ والفرض عليها إنهم يكونوا في أماكن ما حقتهم. الناس الجات والفرض عليها يمشوا في أماكن سواء صحيا أو ثقافيا ما بتشبهنا، عرفت كيف؟ لكن الإريتريين بطبعنا لأنه من كثرة زي ما قلت لكم عمر إريتريا ما بقى عندها استقرار. في حالة بتاعت الحركة دي، الحركة الكثيرة اللي ما عندها اللي ما عندها استقرار ومقصودة من قبل الناس اللي بيديروا الوضع المكان سياسيا أو غيره،
عرفت كيف؟ نعم. فأنا متفائلة بإنه الناس هسي وعت، هسي نحن في أستراليا هنا يعني كمية الناس اللي عايزين يعلموا أولادهم ويربطوهم بإريتريا. عرفت كيف؟ إذا نحن كلنا اتفقنا كإريتريين أو كمان ناس بالمهجر، يعني عرفنا مواصفاتنا، التزمنا بحاجاتنا بلغاتنا. عرفت كيف؟ أنا ما عايزة أدخل في الحتة دي، أنت وخيارك at the end of the day اللغة اللي عايز تعلم بها ولدك، لكن دائما المعروف إنه كله يعني في مساحات لنا نكون ننتمي أو كمان يعني نفتخر بإريتريتنا. وده يا أستاذ أحمد الكلام اللي أنا أشرت به، يعني مثلا الحديث عن الشخصية السودانية في أستاذ جمال محمد أحمد، لو ما عارفة قريت له ولا لا. نعم. بيتحدث عن الشخصية السودانية بعمق، باعتبار إنه نحن كناس أفارقة موجودين في منطقة القرن الأفريقي اللي فيها حركة الشعوب وتغير الشعوب. عرفت كيف؟ سواء كان من العربي، سواء كان الحركة كثيرة وكمية الناس اللي بتجي هناك بتغير الديموغرافيا بتاعت المكان. عرفت كيف؟ ففي ورانا شغل كثير. نعم. كيف؟ بوجود الأكاديميين أولادنا وبناتنا، بوجود الناس اللي بيفهموا، بوجود الناس اللي بيفهموا التاريخ. وده يتخيل لي أن إحنا هسه عندنا ناس كتار، يعني قبل ما نفقدهم لازم ناخد منهم العلم المتعلق بالمناطق دي، لأنه إحنا تاريخنا ما مكتوب بقدر ما هو مسرود. يعني بالتأكيد أنا بؤمن إنه السياسة بتأثر على شكل الأسرة، بتأثر على عرفت كيف؟ على شكلها، بتأثر على who is who ومنو اللي حيطلع شنو، على دور المرأة. عرفت كيف؟ دور الأب، دور الأم، المأساة، الحزن. عرفت كيف؟ ما في بيت إريتري ما حزين، لأنه المأساة بتطولك. ما في بيت إريتري، ما في إريتري بيشتغل لنفسه. مسؤولية huge responsibility. وأتمنى إنه يكون عندنا أدبيات تكتب ده للأجيال القادمة. لكن أستاذة أمونة، أنت يعني والله بتفك لنا حاجات، يعني هي قاعد تجي في طي الكلام لكن كل حتة دايرة لها. فأنت قاعد تكتبي عناوين بتاعت كتب يعني، وأنا أشكرك وسعيد جدا يعني والله، يعني إنه أنا مستفيد أول قبل وأنا أجري هذه المقابلة قبل المستمع الكريم والمستمع الكريمة. لو حبينا نلخص الأفكار اللي وردت أستاذة أمونة، يعني إنه الوضع السياسي القائم الآن في إريتريا تحت الوضع العام، لكن نخط له عنوان سياسة لأن السياسة بتلعب في مصائرنا، هو نتاج للأوضاع العامة اللي شهدتها منطقة القرن الإفريقي وتأثيرات هذه الدول وأوضاعها وعلاقات شعوبها على إريتريا. أفرزت لنا هذا الوضع اللي المأساة اللي بنعيش تفاصيله منذ أكثر، يعني خلينا نقول 30 سنة أو أكثر من 30 سنة. طيب نحن كان موقفنا وين نحن كشعب هسي مثلا أستاذة أمونة؟ وبالمحور ده حنكمل الجزء الأول. يعني نحن يعني ما كان عندنا تأثير على تلك الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي عموما، وكيف هل كنا مستقبلين بس لأنه عشان نحن ما استقرينا سياسيا وما إلى ذلك، ودي انعكاسات على الشخصية الإريترية كيف مثلا؟ سؤال جميل. الحديث يعني حابدأ من سؤالك من الجزء الأخير اللي هو هل إحنا كان عندنا دور؟ بالتأكيد إحنا كان عندنا دور في أي تغيير بيحصل. ما حصل أي تغيير، عرفت كيف؟ سواء رضينا ولا أبينا نحن بيكون عندنا فيه دور، شفتها. لكن يعني بنتحمل مسؤولية يعني بعض الأشياء أو كل الأشياء إذا اعتبرنا باعتبار إنه الأطراف اللي هو يعني اللي هم they are running the show، يعني البوليتيشنز السياسيين هم مننا وفينا، هم نحن. عرفت كيف؟ يس يعني ممكن نقول أي كلام لكن احنا بنتحمل المسؤولية. لكن أنا قصدي مثلا هسي إذا قارنت مثلا الربيع العربي دي شعوب قامت
من أجل التغيير. ليه نحن نمشي للربيع العربي، للثورة السودانية السنة اللي فاتت أو السنة اللي قبلها، قامت من أجل التغيير، عرفت كيف؟ وماتوا فيها ناس كتار، وكانت جنون حقيقية، ثورة حقيقية، ثورة بتاعت شعب فاهم هو بيعمل في شنو. لكن الإفراز زي ما نحن بنقرأ، يعني زي ما نحن شايفينه، هل ده بيتحملوه الثوار اللي قاموا من أجل التغيير؟ وده سؤال لازم يسأل. يعني الإجابة على السؤال ده معقدة جدا جدا. عرفت كيف؟ معقدة جدا. يعني الإجابة عليه يعني نحن ما عايزين نمشي conspiracy theory، لكن يعني هل يعني ده هو الثوار اللي قاموا عشانه؟ عرفت كيف؟ فده سؤال. الحالة تنطبق علينا، يعني نحن الشعب الإريتري ما قام بثورة عظيمة جدا جدا. أيوة. هل يلام هسه على قيامه للثورة على غرار ما جناه من ثورته؟ يعني نفس اللي هنا، وهكذا هم الثوار، ودائما يأتوا الانتهازيون والعسكر وغيرهم ثم يحصدوا يعني وتنحرف المسيرة، وهكذا دواليك كما يقال. تفضل. اللعبة عشان كده احنا عندنا مساحات تانية، عرفت كيف؟ يعني الناس ممكن يعني تناضل فيها مساحات. اليوم نحن في العالم قرية صغيرة، عرفت كيف؟ ففي أسلوب، وفي يعني الإريتريين كمان موجودين بيثق لنا، عرفت كيف؟ يعني لو الناس اتلمت سوا من جوا، والتفكير، شفت تفكيرك انت، هل انت يعني بلدك دي بلدك هي ولا بلد الحكومة؟ عرفت كيف؟ ما عرفت ان احنا لازم يعني we have to find a way انه الناس تبني بصورة او باخرى. كيف؟ انا ما بعرف بصراحة. طيب يعني نحن كنا مؤثرين، هسي انت حسب كلامك كنا مؤثرين بشكل أو آخر، سواء كان وعينا لذلك التأثير أو لم نعي، سواء كان في الداخل والخارج. أنا بتكلم عن، أنا ما أديتك مثل، عرفت كيف؟ هل نحن يعني أنا حريصة إنه ما أرمي المسؤولية علي أنا كشعب، أنا كزولة من الشعب الإريتري. يعني أحلامي وطموحاتي وعملي في إنه أنا يكون عندي بلد أنا أنتمي له، ويكون عندي فيه حقوق بتاع إنه عرفت كيف؟ I did my best. وده هو السؤال. فأنا الإجابة على السؤال ده يعني ما بعرف أجاوب على السؤال بتاعك يا أستاذ أحمد بقدر ما أنا عايزة أرفع، ما عايزة أحمل أي زول مسؤولية أي شيء لأنه هم مننا وفينا. لكن السؤال المفترض، أنا ما عايزة أوجه لك أوريك كيف تسأل، ما أوريك كيف تسأل، لكن ممكن تكون يعني الحل شنو؟ what can we do؟ طيب والسؤال ده صعب. طيب نحن نشوف السؤال الصعب ده في الحلقة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. أين يكمن الحل وكيف تكون وشيء، وحندخل في تفاصيل أشياء أخرى. حقيقة أنا يعني لا أملك إلا أن أعبر عن سعادتي بالحوار معك حقيقة، يعني وهي من الحوارات اللي أحدثت عندي إشباع حتى في فن المقابلات الإعلامية، اللي نحاول دائما يعني نطور من أساليب وأشكالها. عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، كانت معكم الأخت الأستاذة أمونة أبو بكر، أخصائية الصحة النفسية، تحدثت إليكم من إذاعة إرينا الدولية في باريس، إذاعتكم. تحدثت من أستراليا. شكرا لك الأخت العزيزة، وشكرا لك عزيزي المستمع. تقبلوا تحيات محدثكم أحمد شريف برفقة الزملاء فتحي عثمان وبنيام سمعون. نلتقيكم في الحلقة المقبلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك أستاذ. شكرا لك أستاذ أحمد. هذه إذاعة إرينا. المستمعات الكريمات والمستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم مجددا. قبل ختام فقرات برنامجنا لهذا اليوم أقدم لكم موجزا سريعا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم.
رئيس الوزراء الإثيوبي ينفي وجود مجاعة في إقليم تيغراي. في تصريح له أثناء الانتخابات التي بدأت في إثيوبيا يوم الاثنين الماضي، نفى رئيس الوزراء أبي أحمد وجود مجاعة في إقليم تيغراي، وقال بأن المشكلة في ذلك الإقليم يمكن حلها ولا ترقى إلى درجة المجاعة. وكان مجلس الأمن الدولي وفي جلسة مداولات خاصة قد استمع الأسبوع الماضي إلى تقرير من المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للغذاء ومساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية، واللذين أكدا بأن الإقليم يشهد مجاعة صامتة، وأن القوات الإريترية تستخدم التجويع كسلاح في الحرب، وذلك بمنع وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين في المناطق التي تسيطر عليها من إقليم تيغراي، خاصة في الشمال والغرب. اليونيسيف تسجل زيادة في تطعيم الأطفال في إريتريا رغم جائحة كورونا. أكدت منظمة صندوق رعاية الطفولة والأمومة التابع للأمم المتحدة اليونيسيف بأنها نجحت في زيادة المستفيدين من التطعيم بنسبة 14% في إريتريا خلال العام الماضي، أي حوالي 180 ألف طفل مستفيد من التطعيم. وقال البرنامج بأن نسبة التطعيم كانت في سنة 2019 قد وصلت إلى 1,300,000 طفل، بينما وصلت في العام الماضي إلى 1,500,000 طفل تلقوا التطعيم في 295 مركزا صحيا وعيادة في مختلف أنحاء إريتريا وبالتعاون مع وزارة الصحة. وقالت المنظمة بأن الأسر كانت واعية بأهمية تلقي التطعيم بالنسبة للأطفال، مما زاد نسبة الإقبال على التطعيم. خسارة كبيرة لحزب اليمين المتطرف في الجولة الأولى من الانتخابات الإقليمية في فرنسا. مني حزب التجمع الوطني، والذي كان يعرف سابقا باسم الجبهة الوطنية، وهو حزب متطرف تقوده مارين لوبين، بخسارة كبيرة في الانتخابات على رئاسة الأقاليم الفرنسية، حيث لم يفز أي من مرشحي الحزب في الأقاليم ما عدا إقليم واحد في جنوب شرق فرنسا، حيث فاز مرشح الحزب بفارق ضئيل عن منافسه. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. كان هذا مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام موجزا سريعا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وبه نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا. وقبل الختام مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام، أذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicirena@gmail.com. حتى الملتقى بكم مجددا مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي متابعات أول برامج الأخرى لإذاعة إرينا. تقبلوا تحياتي زميلي أحمد شريف وتحياتي محدثكم فتحي عثمان، وأتقبل كذلك تحياتي زملائي في الاستوديوهات الرئيسية للإذاعة في باريس، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إرينا.